اختار اي صديق عندك عايز يتكلم انجليزي واتكلم معاه طبيعي جدا وكرر الاسئله دي معاه. زي ايه؟ زي انك تساله مثلا وتقول له في كومن ميس بتقول ان الاكسسيف ووتر فعلا بتفلاش اوت الدوكسينز من جسمنا، هل ده صحيح؟ يرد عليك ويقول لك انا شايف ان الاكسسيف ووتر مش فلاش اوت الدوكسينز من جسمنا، وفعلا الكلام ده مش. او تساله مين المسؤول عن الديتوكسيفيكيشن في جسمنا، يقول لك الليفر والكيدنيز هم المسؤولين عن الديتوكسيفيكيشن. او تساله ايه هي السيمبتومز بتاعت الديهايدريشن. السيمبتومز بتاعت الديهايدريشن هي التايردنس والديزنس. وبعيدا عن الاسئله والاجوبه، ممكن تعمل مسابقه بينك وبين صديقك وقول له مثلا تقدر تحط كلمه توكسينز وفلاش اوت في جمله، يعني بتحدد له كلمتين وهو يجاوب عليك ويقول لك الميه بتساعد بس مش لوحدها تقدر فلاش اوت كل التوكسينز من جسمنا. او يقول لك لازم تاكل كويس وتشرب صح علشان جسمك يعرف فلاش اوت التوكسينز. او يقول لك لما تبطل اكل مقليات وسكر كتير جسمك يبتدي فلاش اوت التوكسينز. وممكن بقى هو يردها لك ويعقدها عليك ويقول لك طب تقدر تحط 4 كلمات في جمله واحده زي السيمبتومز والديهايدريشن والتايردنس والديزنس. انت مش هتستسلم، اكيد الطلب المره دي صعب بس انت مش هتسكت. تقول له من اول سيمبتومز للديهايدريشن انك تحس بالتايردنس والديزنس، او تقول له الديزنس والتايردنس مش دايما من الضغط، ممكن يكون من ديهايدريشن بسيط ودي اهم السيمبتومز. او تقول له مثلا الجفاف او الديهايدريشن بيبدا بسيمبتومز بسيطه زي انك تحس بالتايردنس وكمان شويه ديزنس. وبالطريقه دي وبالمسابقات والحوار اللي بينكم عمر الكلمات ما هتتنسى. وما تتكسفوش لو اتكلمتوا قدام حد، الغريب هيستغرب كلامكم لكن انت وصديقك لكم هدف وان شاء الله هتوصلوا. تعالوا بقى نضحك شويه ونسمع النكته اللي جايه. مره واحد عجوز حصلت له مشكله في الجنينه، فجاء ولد صغير وساعد الراجل العجوز. الراجل العجوز قال له شكرا يا ابني على اللي عملته معايا، كتر خيرك. هو ايه اللي حصل؟ ابدا يا عم، انا لقيت عندك ديزنس وشكلك كان باين عليه تايردنس. انا قلت دي سيمبتومز بتاعت الديهايدريشن، عشان كده جريت وجبت لك اكسسيف ووتر لحد ما بقيت كويس. وفضلت تشرب الووتر لحد ما بقى عندك هايدريشن وبقيت كويس. كتر خيرك يا ابني. على ايه يا عم؟ ده انا بشرب كلاب الشوارع، جت على حضرتك يعني؟ هو حضرتك مش زي الكلب؟ ايوه يا ابني شكرا، انا زي الكلب. Water is very important for our health, but a common myth is that drinking excessive water can flush out all the toxins from our body. In fact, the liver and kidneys are responsible for detoxification. Drinking too much water can be harmful, and drinking too little can cause dehydration. We must drink the right amount of water to get the health benefits. Symptoms of dehydration include dry mouth, tiredness, and dizziness.